هذا المخبز تم نصبه من قبل جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل بالتعاون مع المركز العام. يعمل هذا المخبز على إغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لمادة الخبز للنازحين وبصورة مستمرة في شهر رمضان ومخبز. نحن اليوم في شهر رمضان الكريم، وهذا عمل المتطوعين وكوادر جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل في ساعات متأخرة من الليل لغرض إنجاز الوجبات المتعلقة في إغاثة النازحين وتوفير مادة الخبز لهذه العوائل. رغم هذه الجهود، والآن ويانا أحد أخواننا المتطوعين وهو يعمل في هذه الساعات المتأخرة. نحن في ما يقارب الساعة 12 ليلا وهو يعمل متواصل. الأخ محمد. نعم أستاذ. حياك الله. قواك الله على هذا العمل. شلون عملك وش تهدي من مهام وش تشعر وانت تقدم النازحين خبز ان شاء الله بهالليل هذا وهذه الوقت المتاخر من الليل واخبز ان شاء الله وقدم مساعدات ان شاء الله ما بقطع. حياك الله. عملكم كم ساعة يستمر هنا؟ تقريبا 7 ساعات، ما يقارب 7 إلى 6 ساعات. واكو شيف ثاني يستلم بعدكم؟ ان شاء الله شيف ثاني بعد جماعة يضحون ويجاهدون هنا لحتى الصباح. حتى الصباح. يبدي عملكم من الساعة تقريبا 8 بالليل وينتهي لحد الساعة 7 صباحا. الساعة 7 صباحا ان شاء الله. بارك الله في جهودكم. الله يوفقك. باقي الإخوان المتطوعين وكوادر الهلال الأحمر تعمل جاهدة لغرض تعبئة هذه المادة من الخبز في أكياس كما تشاهدون، ومن ثم تعمل كذلك على